للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716، ومن أي محمول على 1762، ومن السعودية على 700 710 17، ومن جميع أنحاء العالم على 088 24 69 0733. حسد عيون الحافظ هو الرحمن في قناة الحافظ قرآن. للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0100 612 33 53 أو 011 211 0682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. نزلت تشتري حاجة وافتكرت انك نسيت عربيتك مفتوحة؟ صحيت من النوم ما لقيتش عربيتك تحت البيت؟ كنت ماشي في يوم بعربيتك في امان الله وفجأة مفيش مشكلة مع الجي بي اس. الجي بي اس أصغر وأحدث جهاز لمنع سرقة السيارات. يقوم الجهاز بتحديد موقع السيارة عن طريق الأقمار الصناعية فائقة الدقة. مع الجي بي اس مش هتخاف على عربيتك من السرقة. مع الجي بي اس يمكنك معرفة خط سير السيارة من خلال الأقمار الصناعية. الجي بي اس يعطي نتائج عالية الدقة. فقط ابعت رسالة بها جي بي اس شباك حروف كبيرة، وفي خلال 15 دقيقة يتم الرد من خلال الرابط الموجود على تليفونك المحمول، ويظهر لك خريطة موضح بيها اسم الجهاز باسم الشارع ثم المدينة ثم المحافظة ثم الدولة. جهاز الجي بي اس صغير الحجم خفيف الوزن، يمكن وضعه في اي مكان مخفي داخل السيارة. جهاز الجي بي اس سهل الاستخدام، كل ما عليك فعله هو اجراء مكالمة تليفونية من الشريحة قبل وضعها في الجهاز والتأكد من وجود رصيد كافي. جهاز الجي بي اس يتم توصيله ببطارية السيارة، ويراعى عدم توصيله بالكونتاكت، ثم وضع الجهاز في مكان مخفي داخل السيارة. جهاز الجي بي اس به بطارية داخلية تعمل لمدة 100 ساعة متواصلة في حالة فصل بطارية السيارة. من الآن لا داعي للقلق، مع الجي بي اس انت دايما في امان. جهاز الجي بي اس يستخدم في شركات السياحة والبنوك وشركات نقل الاموال والبضائع. مش بس كده، جهاز الجي بي اس يستخدم لحماية الاطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كل ما عليك فعله هو وضع الجهاز داخل الملابس من خلال الحزام الداخلي. ولو خايف على فلوسك من السرقة يمكن وضع جهاز الجي بي اس داخل حقائب نقل الاموال والمنقولات الثمينة. الجي بي اس جهاز الامان هيخليك دايما مطمن على اولادك وفلوسك وعربيتك. مش بس كده، الجهاز معه ضمان 12 شهر. ودلوقتي ممكن تحصل على جهاز الامان الجي بي اس من شركة البركة فقط 499 جنيه زائد مصاريف الشحن. مستني ايه؟ جهاز بالمواصفات دي وبسعر ولا في الأحلام. 499 جنيه زائد مصاريف الشحن. 77 58 0111 77 077 57. الحافظ آل وسنة. أنا والرئيس نحلم بإيه؟ ده حاجات كتير إيه ولا إيه؟ لكن كفاية نشوف بلدنا مصر وحال الجميل، ونشوف زهورها بإيد ولادها مفتحة قبل الربيع. العدل يسكن ظلها والطير بيحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها ولا حق مظلوم يوم يضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع أنا والرئيس. الرئيس هو القائد اللي بيقود الأمة المصرية للنهضة وللتنمية وللنجاح الرخاء. عشان كده احنا بنحط ايدينا في ايدين الرئيس
وبجوار الدعوات هناك نصائح ومعاونات. أنا والرئيس، أنا الشعب، أنا المواطن، أنا المصري، أنا الضمير، أنا العين، أنا الأذن التي تسمع، التي تشعر، التي تعيش نبض الشارع وتسعى لأن هي تصل بنصائح واقتراحات وتحذيرات ووصايا للرئيس ولمن حول الرئيس. ضيفنا اليوم ضيف مميز ومحبوب، وكان لينا معاه جولات سابقة كثيرة، الأستاذ الدكتور المهندس محمد النشائي. مرحبا بيك أستاذ الدكتور محمد النشائي، عالم الهندسة النووية. مرحبا بحضرتك. الله يخليك. بداية تحت عنوان أنا والرئيس، أنت والرئيس، من أنت كمواطن مصري طامح صاحب طموحات؟ تقول إيه تحت عنوان أنا والرئيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الحقيقة أحب أعبر عن يعني تمنياتي القلبية للسيد الرئيس أستاذ الدكتور محمد مرسي، إن ربنا يكلل مساعيه بالتوفيق. طموحاتي أنا في سن إني أشوف لم أراه وكنت طمعان فيه من وأنا في سن السابعة، ومن أيام ما سمعت جمال عبد الناصر وهو بيعلن تأميم قناة السويس، ومن يوم ما سمعت وأنا أكبر شوية عن الوحدة المصرية مع سوريا، وكل الآمال إن دي كانت بداية انطلاق لمصر العظيمة، وهي أعظم دولة على الأرض، أكبر حضارة شافتها الإنسانية. خابت الأمال في حاجات كتير الحقيقة، وبعد ما قفزات وبعدين كان في نكسات، وكان في نكسات كبيرة جدا زي النكسة، ودايما قبل كل نكسة الحقيقة كان بيبقى الأمال والطموحات عالية جدا. يمكن المرة دي احنا بذلنا مجهود كبير جدا، والحمد لله احنا في أوضاع أحسن كتير مئات المرات من بلاد حولينا. وفي الوقت ده نفسه بلاد في أفريقيا قامت حروب ما بين أنصار المرشح ده وأنصار اللي كسب الانتخابات. الحمد لله كل ده تجنبناه، لأن احنا شعب حضارته 5000 سنة. فيبدو دي بقى الحقيقة المكسب الحقيقي اللي أنا فخور بيه، الحضارة اللي 5000 سنة، بالإضافة لأن احنا ناس مسلمين، ناس متدينين، لا نزهق النفس التي حرم الله ذقها يعني إلا في الدفاع عن النفس، ولكن ما عندناش احنا الغوغائية اللي حصلت في بلاد كتيرة ما فيش داعي نخوض إليها. في اللحظات دي طبعا أهم حاجة بالنسبة لي إني أوجه كلماتي إلى السيد الرئيس وأدعو له إنه ينظر إلى هذه الكلمات، كلمات عالم مهندس له خبرة، يمكن عاش أكثر مما يجب، وما زال يأمل أن يرى مصر عظيمة، والعظمة بتاعت مصر مش هتأتي إلا عن طريق واحد، وهو العلم والإيمان. العلم والإيمان وأخطر حاجة موجودة النهاردة، سلاح يحاربوا به العلم والإيمان، هو الإعلام. ولذلك كلما كان العلم والإيمان حقيقيان هزموا الإعلام المغرض. وإن شاء الله الإعلام اللي يعرف ربنا، والإعلام اللي يعرف الخلق، والإعلام اللي هو يعرف الوطنية وحب هذه الأمة، هو اللي يوصل له. وعشان كده أنا واخد الفرصة دي وجاي عشان أعبر عن بعض آرائي، بس بعد ما أنت تسألني الأسئلة صديقي وأخويا الدكتور. سعداء بيك وربنا ينفع بيك. طيب حضرتك في جزء مشترك واضح ما بينك وما بين الدكتور محمد مرسي، هو هندسة وحضرتك هندسة، انتوا الاثنين دكاترة، انتوا الاثنين درستوا في الجامعة.
الجانب النووي في ربما يكون برضو في جزء من الاشتراك. ده بيخلينا نسأل على طول على البطانة التي يجب أن تكون حول الرئيس دكتور محمد مرسي من العلماء. توصياتك ونصايحك بالبطانة التي يجب أن يجمعها الدكتور محمد مرسي من حوله ليستفيد من خلالها وينطلق بفكرها وبعقلها للنهضة والتنمية والرخاء. بالفعل الدكتور مرسي هو ميكانيكا، أنا مهندس مدني، قريبين جدا لأن أنا في ميكانيكة المواد وهو اشتغل في الفلزات، وهو بعيد عن الطاقة النووية، ولكن طبعا كأعضاء هيئة تدريس وبنقعد في نفس مجلس الكلية فبنسمع كل شيء، فهو طبعا ملم بهذه الأشياء. حضرتك ذكرت يعني البطانة أهم شيء بالنسبة لرئيس جمهورية في أي دولة هي البطانة. وتصور يعني حتى الكلمة أصبح لها نكهة غير جميلة، مع ان احنا بنقولها هي مجرد اسم. تصور بسبب ان البطانه ما ينفعش تقول بطانه سوء، لازم تبقى دايما غالبا بطانه سوء بدون ما الواحد يفكر، حتى بمجرد يسمع البطانه يلاقي ان ما فيش الا بطانه، وخصوصا يعني في الاشياء اللي هي اهم حاجه انه ما يكونلوش بطانه الحقيقه علميه. اهم حاجه ان السيد الرئيس لا يثق الا فيما، وهو رجل مهندس. المهندس على فكرة ده مخلوق كده، إذا ما كانش يفهمها ما ينفذهاش، ما يقدرش. لأن العالم، حتى العالم زي أنا مهندس وهوايتي العلم، لكن العالم ممكن يجرب ولو باظت مش إشكال، يجرب فكرة تانية، يروح المعمل يعمل تجربة، لو انفجرت كل الحكاية المعمل هيبوظ يعني. لا، المهندس ما يقدرش. مات مئات الناس، لو النفق وقع يعني حاجة من الاثنين، يا نقدر نبنيها يا بلاش نبنيها خالص. تمام. فالمهندس ما يقدرش يلعب ألاعيب نظرية. والحقيقة من حسن الحظ ولخطورة الموقف لم تعد مصر تستطيع أن تلعب ملاعيب نظرية. مش كل عالم يجي يحكي لنا حدوتة عن أشياء خيالية في خياله هو، دي هي اللي نقدر نعملها في مصر، يقدر نعملها في ألمانيا، طيب. في إنجلترا، في أمريكا. من حضرتك، لأن قلت المفروض ما يكونلوش بطانة، وإحنا البطانة إذا أنت خدتها عندك بقت كلمة سلبية، إحنا نقصد بها المستشارين. ما عانيت ومن كتر ما رأيت الآن كل ما نقترح مرسي أنصحه بالبعد عنها. كل ما اقترح. ما انت مش عارف كل الاسماء. لا انا عارف الاسماء. اصل الاعلام، انت لسه كنت بتتكلم من الاعلام. انا بتكلم على الاعلام. الاعلام في الاخر هدام، فممكن الاعلام ليس لي سيد الدكتور، احنا نعرف بعض كويس، انا ليس لي الا البيان الواضح. اما ما في النفوس وفي الخبايا فانا مش مكشوف عني الحجاب، انا ما اعرفش. اما ما كشف من الحجاب وهو حجاب ضخم جدا اعلاميا وصفر حقيقيا، صفر. بالعكس ده اعلام ضخم جدا ظاهريا، وفي داخله هو بالسالب. طيب. هو الخراب بمعنى الكلمة. ربما ننتقل بدي، لكن خليني بقى في نصايحك للمستشارين. المستشارين بتوعه يكون هم كل أساتذة جامعة القاهرة، كل أساتذة جامعة عين شمس، وكل الجامعات الضخمة في مصر. بالإضافة هو كان السيد رئيس الجمهورية اللي أنا أكن له الحقيقة المحبة، مش مجرد لأنه رجل أقل ما يمكن تقول عليه إنه نظيف داخله. دي حاجة أقدر أقولها وكل إنسان يشعر بيها. لكن للأسف المهمة بتاعته لا يكفي فيها أبدا مجرد النية الطيبة. بالعكس هناك من الناس اللي يقدروا يستخدموا النية الطيبة دي استخدامات سيئة جدا. فاللي أقصده هو كان في جامعة صغيرة نسبيا، ولم يكن في جامعة القاهرة، هو متخرج من جامعة القاهرة لكن لم يعمل في جامعة القاهرة. ويعرف ان في الجامعات الصغيرة الإقليمية صغيرة جدا حتى لا نذكرها، يعني لما نذكرها بنذكر كام جامعة كده وبعدين نتوقف. لا،
ده في اساتذه فيهم لقد كفاءات. اصبح كميه المتعلمين الاذكياء في مصر كميه ضخمه جدا لا تسع جامعه القاهره. طب الآلية يا دكتور، لاحتوائهم. الآلية يعني انت قلت كلام كويس ان الدكتور محمد مرسي يجب انه يتخذ من اساتذه الجامعه استشاريين ليه في كل المجالات وما يستبعدش حد، ولا يهيمن ويهيطر عليه ناس عندهم موهبه. شوف حتى ههاجم نفسي انا ههاجم نفسي، موهبه انه يقدر يطلع في التلفزيون، ناس بتسوق ويعرف نفسها، يتكلم، بتسوق نفسها ويعرف يقول هو عايز ايه. زي انا مثلا، ده مش المقياس. اذا لقى كل مواهبي انا ان انا بقدر اروح في الاعلام واعبر عن نفسي بطريقه صحيحه فيجد ان يبتعد عني. وانما لما اكون انا قمت بمجهود ضخم من 17 سنه، وهذا المجهود الضخم ادى الى اجبار، صحيح لم استطيع ان اوصل ان رئيس الجمهوريه يمضي قرار بانشاء هيئه قوميه للنانو تكنولوجي، ولكن استطعت ان اجعل وزير التجاره، كان في هذا الوقت دكتور محمد رشيد، انه يمضي، ووزير البحث العلمي اللي الحقيقه لم يكن يرتاح لي بتاتا على الرغم من ذلك انه يمضي دكتور هاني هلال، وان انا مضيت و12 عالم تانيين مضوا، وطلع بيها تقرير من مجلس الشعب، مش اللي فات اللي قبليه، وهو مجلس كان الاخوان ممثلين او الاسلاميين او الخط الاسلامي، وكانوا دايما يعني يدافعوا عني. الحقيقه الاخوان المسلمين في البرلمان اللي قبل اللي فات كان دايما يدافع عني، لان انا دايما كنت يعني مش محبوب من السلطه بسبب ان انا بقدر اتكلم يعني. فاللي حصل ان وافقوا كلهم على تقرير رقم 12، وعشان يصوت عليه مجلس الشعب عشان ننشئ هيئة قومية للنانو تكنولوجي. وعرضت ان اكون مسؤول عن الميزانية اذا كانت الميزانية وميزانية تافهة جدا في هذا الوقت، لان كان عندنا مخزون كبير 50 مليون دولار. انا كنت متعهد ان اجيبهم، وما كنتش هجيبهم بان انا اطلب من البنك المركزي انه يفتح لي حساب واجمع الفلوس من الشعب المصري، مع ان حالته في هذا الوقت معقولة نسبيا اقتصاديا، في رجال اعمال كانوا يقدروا، وانما كنت هجيب الاشياء دي من الاتحاد الاوروبي، من امريكا، ومن دول الخليج اللي تجمعني بيها صداقة حميمة بسبب ان خدمتهم. طيب هنقف وقفة، المشروع ده ما زال قائما؟ المشروع ده قتل، بدل يصوتوا عليه اذا صوتوا عليه ودفنوه. جميل. هل ممكن والاشكال اللي يضايق لما يطلع ناس اجهزه تنفس يدعوا بعد ما حاربوا الهيئه القوميه للنانو تكنولوجي، بعد ما حاربوها حراب مرير، يجوا دلوقتي ويقولوا احنا هنعمل جامعه للنانو تكنولوجي، وهي جامعه وهميه تاتي فلوسها من الشعب المصري في احلك ساعاته الاقتصاديه في هذا الوقت. ده كلام فارغ. طيب خلينا نبروز الكلام. دي عدم امانه. وهؤلاء الناس تقربوا الى السيد الرئيس وقعدوا جنبه الى السيد الرئيس، وانا لغايه هذه اللحظه لم استطيع ان اصل الى السيد الرئيس اللي هو زميلي من المهنيا، زميلي، ودايما كنت الحقيقه يعني اشعر براحه اليه شخصيا. لكن شوف بقى ايه اللي اتغير دلوقتي لما الناس البعابيع اللي يتكلموا وينتشوا وياخدوا من الناس اراضيهم وياخدوا من الناس جامعاتهم يقدروا يوصلوا لرئيس الجمهوريه بهذا الشكل الاعلامي الرخيص، والراجل اللي نفسه يخدم لله في لله مش عايز حاجه مش عارف يوصل برضه للسيد الرئيس الجديد. على الرغم من اهم حاجه موجوده هنا انه احذره اوعى تقع في المشاريع الخياليه الكبيره بتاعت الاعلام والبهرجه اللي تشفط الميزانيه المصريه وتخربها اكتر ما هي، ولا تعود على الاقتصاد بنفع. طيب. وانما يهتم بالمشاريع الصغيره المعقوله، اكبرها هو مشروع الهيئه القوميه للنانو تكنولوجي اللي ما تاخدش اكثر من 50 مليون دولار. انا متعهد اني اجيبهم بمسؤوليتي انا. طيب خلينا يا دكتور الخص عشان انت عندك افكار كتيره وبتتلاحق مع بعضها. عندنا المشروع بتاع النانو اللي حضرتك طرحته قبل كده وعرض على مجلس الشعب وتعطل. الان هل هو الفكره قائمه؟ الفكره قائمه. طيب وتمويلها اللي كان 50 مليون دولار الان كام؟ وليكن ما يكن، المهم ان انا اجيبهم
وان انا مش هكلف كامله الدوله. يعني انت الميزانيه كامله هتوفرها للهيئه؟ يكفي ميزانيه رمزيه عشان تبقى ملك الدوله، وقرار جمهوري بانشاء هذه الهيئه. وبعد كده كل اعباء عليا، وانا اطلب معاقبتي جنائيا اذا لم تتحقق الاشياء اللي انا وعدت بيها في هذه. طيب يبقى هذا الوعد مقدم للسيد الرئيس، للرئيس ولمن حاولوا يستمعوا ويتصلوا بيك. ليه هو لكن خلينا مش لمن حاولوا، ما هو لازم يستاهل لانه ممكن ما يشوفناش، ممكن اللي بيحاولوا بيشوفنا. ايوه صحيح. طيب خلينا نفك الاشتباك، لان حضرتك في وسط السطور بتقول كلام يعني صعب شويه عاوز يتفهم. خلينا اقول للمشاهد في 6-7 جمل ايه اللي هتستفيده مصر من الهيئة القومية للنانو. 1 2 3. قفزة تصب مباشرة في الاقتصاد عن طريق أبحاث تطبيقية لا تحتاج في العادة أكثر من 5 سنوات، تخدم على الأشياء التالية: صناعة الحديد والصلب والفلزات اللي هي صناعة مهمة جدا في مصر، صناعة كثير من العقاقير اللي هي أشياء مهمة في مصر، أشياء كتير من المعدات الطبية تدخل فيها، أشياء حيوية تخدم عليها نانو تكنولوجيا، اقتصادية المياه والري، اقتصادية المحاصيل ومكافحة الآفات، كثير من الأشياء الأخرى التي يعني لا أريد أن أخوض فيها بسبب تخصصاتها. هذه الأشياء في البداية تقوم بها الهيئة القومية وتقوم بأبحاثها ومتطلباتها، بالإضافة إلى ابتعاث العديد من الشباب للحصول على التدريب والشهادات العليا اللازمة في هذا المجال. وبعد ذلك نبتدي ندخل مساهمة يدا في يد مع القطاع الخاص، لأن أساس النانو تكنولوجي إنه مش مصنع بيشتغل فيه 20,000 عامل، وإنما شركة أو مصنع بتاع نانو تكنولوجي تيبيكالي، يعني الشيء المعتاد فيها إن يكون بالكتير 50-40 واحد في شركة صغيرة. يعني small is beautiful، الجميل هو الصغير. مشروع مصر القومي لن يكون أبدا إلا إذا خربنا الدنيا كلها مشروع ضخم زي السد العالي، أو مشروع أضخم منه زي بعض المشاريع اللي بتتداول في الإعلام. مشروع مصر القومي الضخم هو عدد ضخم جدا من المشاريع الصغيرة. شغل الناس، الورش الصغيرة، خلي في كل حتة زي خلية النحل بنشتغل بطريقة علمية. وهذه الأشياء هي من خواص تقنية النانو. تقنية النانو لا يمكن أن تنجح، لا يمكن أن تنجح إلا عن طريق مشاركة ما بين الدولة والقطاع الخاص. لا يمكن أن تنجح إلا عن عدد ضخم كما هو في إسرائيل، وكما ابتدأ في إيران، وفي بداية البداية بالنسبة للسعودية. عدد ضخم من الشركات الصغيرة اللي هي خاصة يقوم بها النشاط الشخصي. بالإضافة لكده أنا أشعر بعد 5 6 7 سنين هتبص تلاقي الموضوع ده بقى 80% منه الحقيقة في إيد القطاع الخاص، لكن القطاع العام لازم يبتديها. لأن زي ما تقول هل يعقل إنك تبتدي إنك تعمل جيش عن طريق القطاع الخاص، وكل واحد يعمل له جيش مثلا ونشوف أنهي جيش ويتعاونوا إزاي؟ ده نبقى دوائلات عجيبة جدا. الجيش ده مسألة الدولة، خليها شرطة أو مثلا يعني حتى الحقيقة في البداية أنت عارف إحنا لم نقبل، والأسباب موضوعية. موضوع شركات الأمان security دي يعني تقليعة جاية من الخارج، وكان تقلق بعض الناس مثلي، لأني تعودت إن الجيش والبوليس ده حاجة في إيد الدولة، يعني في إيدنا كلنا. ما فيش حاجة اسمها دولة، الدولة هي إحنا كلنا. الحقيقة كمان ما فيش حاجة اسمها جيش، الجيش هو إحنا كلنا في مصر. هذا الموضوع يعني الحقيقة طيب خليني برضو يعني أفتح الجرح
وعشان نبقى خلصنا من النقطة اللي أنا يعني شاعر إن هي ضغط عليك، أنت ليك تحفظات على مشروع زويل، وده بان من خلال كلامك من شوية، وفهمت من كل التلميحات والنصف تصريحات والربع تصريحات إنك بتقصد هذا الأمر. قول لنا رأيك، أو ما تقولناش إحنا، قول للمسؤولين رأيك بشكل منصف وأمين عشان تبقى قلناها ونخش في بقية النقاط. الحقيقة على السطح من الصعب علي أن أكون منصف وأمين إلا إذا قلت إن الحقيقة ليا تحفظات على الدكتور زويل كشخص وأخلاقياته، وإني عشت هذه خلينا الأخلاقيات. في المشروع. ما هو طيب. ما أنت طلبت مني الصراحة، وأنت عارفني إن أنا في هذا الموضوع يعني صريح جدا. فأنا استولى على أفكاري كما استولى على جماعات آخرين. لقد استولى على محاضرة ليا ونشرها في كتاب، وبعدين استولى على مشروع النانو تكنولوجي وجاب أصدقاء ليا أعرفهم وعمل نفسه إن جامعة زويل دي فكرتها إن تحط نانو تكنولوجي، على الرغم من إن هو في مقالات عديدة في المصري اليوم كان يحاوروا فيها مجدي الجلاد كان بينكر إن في حاجة اسمها نانو تكنولوجي. إذا المسألة عدم أمانة تامة تجعلني أقولها بمنتهى الصراحة، ثقتي في الدكتور زويل هي صفر. ثقتي فيه كرجل إعلامي الحقيقة عالية جدا. الحقيقة وصل إلى إنه هو أصبح خطر على مستقبل النهضة العلمية في مصر. لم يعد أداء كون إن كل شهرين ثلاثة واحد مصري، بلاش الدكتور زويل يعني، يحط لي حتة صفيح بيسموها نشان، يعني حرب ناشئين زي حرب النجوم زي حرب النجوم. فبياخد نشان، انا بلاش محمد النشان يروح ياخد نشان من السفاره الالمانيه ويقول لكم شفتوا انا خدت نشان ادوني بقى مليار. هو ايه ده؟ ما زلت ايه؟ مش كده بس، ده بيدوا نشان للي خد نشان، يقول اي واحد خد نشان هنديله نشان، وبعدين اللي عنده نشانين نديله واحد كمان. طب خليني في بشكل علمي، خليني في المشروع نفسه. ما هو المشروع كلام فارغ من اساسه. يعني حتى هب انه خد من حضرتك او من غيرك، لكن المشروع الان المعروض او اللي تم البدء فيه خطأ. هياخدنا لخطر، هياخدنا لوهم. ازاي؟ اولا لما حد يقول انه جمع 2 مليار ومش كفايه، وانا قلت لك كل حكايه 50 مليون دولار لنانو تكنولوجي اللي هي اهم حاجه في مشروعه، والكلام الثاني بتاعه كله كلام لغط وكلام انه يجيب مش عارف 25 واحد واخدين جايزه نوبل، انا اعمل بيهم ايه؟ اقول لهم اشرب ميتهم؟ انا اعمل ايه باللي خدوا جايزه نوبل؟ مالهاش اي قيمه لمصر. حصول مصر او منافسه مصر لامريكا في مجال الحصول على جوائز نوبل، هو احنا في مجال احنا عايزين ناكل الناس؟ احنا عندنا فقر، ملايين الملايين من الناس عايشين في عشوائيات، مش محتاجين انهم يسقفوا كل يوم. ده كتر التكريم يقل المقام، زي كتر السلام يقل المعرفة. كتر التكريم، انا مش عايز تكريم، انا عايز انتاج حقيقي للناس، مش كل يومين تقول لي انا هعمل لك. ليس هناك شيء الا اشياء وهمية بحت. وكل الحكايه ان الناس لا هي فاهمه الدكتور بيعمل ايه ولا خد الجايزه لايه، ومكسوفين يقولوا احنا مش فاهمين، لكن انا فاهم كويس جدا حدوده وامكانياته يا دكتور. وكون انه يحصل على 2 مليار ويقول انه حاططهم في البنك، لا، ما بال 2 مليار ده انت بتعزم اصحابك، واصحابك يكتبوا لك تقارير تاخد على اساسها في امريكا، تاخد على اساسها فاندنج، يعني فلوس دعم من الحكومة الأمريكانية. فأنت بتلعب لعبة عضلات تحت خفية. هو غسيل أموال علمي، إن أنا أخد الفلوس ودعم فلان في أمريكا بفلوسي، لكن أنا ما دعمتش نفسي. بعد كده اللي دعمته في أمريكا يعيد لي أنا الفلوس ويدعمني أنا هنا بدعاية بناشرين. دي عملية في منتهى الخطورة ومنتهى الكذب. وكل الأبحاث اللي هي تفيد أمريكا ويدوا فيها جوائز عشان المستقبل، دي أبحاث لا قيمة لها لمصر بتاتا. الحقيقة أنا عايز أسأل الدكتور زويل ويقول لي، لأن أنا مش جاهل، أنا فاهم كويس أوي أنا بقول إيه. أنت عملت إيه في أمريكا؟ يعني
ايه انجازاتك للشعب الامريكاني ايه؟ ولا حاجه. هو الانجاز الوحيد اللي للشعب الامريكاني ان الرئيس الامريكاني عينه لانه مسلم واسمه احمد وبيعرف يتكلم عربي، والحقيقه متربي في مصر، والحقيقه ساب مصر وهو كبير في السن، انا سبتها وانا عيل صغير جدا يعني. فهو بيفيد امريكا لكن ما بيفيدش مصر، بيفيد امريكا سياسيا. الدعم بياتي له دعم سياسي. عشان اشمعنى ادوله تكريم في السفاره الفرنسويه والراجل لسه كاسب الانتخابات دلوقتي في اللحظه دي، في لحظه تتويج رئيس جمهوريه جديد. ده تفكير اعلامي بحت للتاثير على رئيس الجمهوريه الجديد وافهامه ان تحت القبه شيخ، وبعد كده يستخدم هذه الاوضاع في الشرق الاوسط يقوي نفسه في امريكا، وبقوته في امريكا يرجع يتدخل هنا في السياسه المصريه لدرجه انه مريدي عايزين يعملوه رئيس جمهوريه وهو ما يفهمش اي حاجه في رئاسه اي حاجه لها علاقه برئاسه الجمهوريه. طيب دكتور محمد، الاشياء دي خلتني اكون الحقيقه بعتبر الدكتور زويل خطر على الدكتور مرسي، بقولها بمنتهى الصراحه، وخطر على مصر علميا. طيب عشان ما ناخدش ان الموضوع، لانه ممكن انا او غيري من المشاهدين يعتبر ان الموضوع ده شيء شخصي. لا، ما هو الشخص بينك وبينه، مش بيني وبينه. كويس، وانه غيرة ابناء مهنه او تخصص واحد. خلينا نتكلم على المشروع نفسه والفكر المطبق نفسه. لا قيمة له. السؤال، هل انت شايف، طيب مش هنقول انه طب يلا نهد مشروع زويل اللي بدأ وبقى فيه، مفيش مشروع زويل، ده كله كلام فارغ. مفيش. والفلوس اللي اتجمعت دي موجوده في تحت تصرفه اذا حب يتصرف بيها. الناس بقى يعني فرحانه الدوله مالهاش اي سيطره. ليها سيطره، الحساب موجود. هي الدوله ما كان لهاش سيطره لما بتقولوا انه حتى رؤساء وزراء كانوا بياخدوا فلوس مفروض ما ياخدوهاش من فلوس الدوله وبيسحبوها. انا بقول لحضرتك غسيل اموال. انا اعمل مؤتمرات واعزم اصحابي كلهم بتوع اوروبا، كل واحد يجي اديله $50,000 عشان جاي اسبوع مصر. $50,000 اللي هي تعيش واحد مصري هنا مدى حياته يعني. الراجل ده يروح اوروبا يسقف لي للصبح ويعمل من نفسي تمثال وهمي. دي طريقه بناء التماثيل اللي بتيجي من اوروبا. انا بحذر منها. ارجوكم عشان انا جاي من اوروبا انا كمان، افحصوني بالظبط، افحصوا تاريخي من يوم ما اتولدت لغايه يومنا هذا، افحصوا انا خدت ايه من مصر واديت ايه لمصر، افحصوا انا قلت الكلمه الصح في الوقت الصح ولا كنت اتملق كل الناس. بيقول ان النظام السابق ظلموا زي ما اديله وشاح النيل واداله كل الامتيازات اللي تتخيلها عشان يجتنبوا الجزء اللي هو مصادمه مع امريكا. ده مخوفني. كل واحد عايز يصادق امريكا لازم يسلم على الدكتور زويل ويسمح له انه يجمع 20 مليار. لا مثلا الدكتور زويل يزعل منه، ومفيش حد متجرأ يقول كده. بنتجرأ نواجه. يعني كان في هجوم انا لا اقبله في جامعه القاهره على السيد المشير، هجوم خافت واللي دفع عنه الحقيقه الناس المحترمين اللي كانوا موجودين واتضايقوا من الكلام ده. ده ما فيهاش اي حاجه، يعني الناس بتقبل. لكن اياك انك تقول كلمه في الاهرام او الاخبار على الدكتور زويل. بيمنعوني. انا ارسلت مقالات للاخبار وجالي المحققين قعدوا في بيتي سالوني على مشروع زويل وقلت لهم رايي، وراحوا رئيس التحرير في الاخبار رفض انه ينشرها، قال ما نقدرش نقول اي حاجه ضد الدكتور زويل. ايه الكلام الفارغ؟ المحققين دول صحفيين بيعملوا تحقيق. قولي البيت. احسن قلت بيكونوا محققين تبع المباحث. لا يا ريت، هم دول طيبين جدا. طيب خلينا برضو نبقى عمليين. خلينا عشان ما يبقاش انا منحاز ليك ولا مضاد للدكتور زويل، لان انا مش فاهم وكتير من المشاهدين هيبقوا واخدين نفس موقفي. خلينا نقول ان احنا انا بتحدى الدكتور زويل انه يجي يقعد مكانك كده ويناقشني قصاد العالم كله. انا بتحداه وقد تحديته بقالي 4-5 سنين بالادب، لكن الحقيقه الموضوع خرج عن نطاق الصبر. ما احنا دلوقتي عندنا رئيس دوله طيب خلينا جديد، انا بتكلم ومحدش يهيمن عليه بشغل البوليتيكا بتاع طراطير من مستورده من الغرب. انا جدك كان في باريس يبقى مستواك مش من مستواي. انا ما كانش جدك كان واخد دكتوراه من باريس. الكلام ده مضحك، ده بقى زي كلام والله يعني زي فؤاد المهندس وشو. لا يعني خلينا لو انا بتخيل ان الرئيس او حد من مستشاريه بيشوفنا
واهتم بكلام حضرتك. انا متصور انه لازم هيقول لك مش ده موضوع صعب، لازم يتعمل لجنه او لا. ناس متخصصين. لا مش موضوع صعب خالص. أمال انت إيه بس؟ تعرف في جوبلز اللي هو كان اشهر بتاع الدعايه بتاع الالماني هتلر، كان يقول لك ما تعمل كذبه كبيره يا تعمل كذبه كبيره ضخمه جدا 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 بحيث ان الناس ما تصدقش، مش معقول يا جماعه ده يكذب، او تسكت خالص. الواضح ده واضح وضوح الشمس لما واحد يقول في 5 سنين انا هخلي المصريين ياخدوا جائزه نوبل ويشاركوا مصنوع في مصر ضد امريكا وينافس امريكا. اولا ده كلام فارغ في كل معنى. اولا حصولي على جائزه نوبل ما تاكلنيش ولا تشربنيش وما تغيرش من الاقتصاد المصري. ثانيا لا يمكن انت تجيب المنتج قبل المصنع. المصنع هو مدرسه متميزه، بتجيب طالب يروح في الجامعه، طالب متميز بيتخرج يدرس دراسات عليا متميزه، وبعدين في الخارج او في الداخل يحصل على الدكتوراه، وبعدين يبدع فيحصل في الاخر على جائزه نوبل. ودي حاجه نفتخر بيها زي ما نكون بالظبط كسبنا بطوله افريقيا في الكره، بس تفرحنا بننبسط. انا من اكتر الناس اللي فرح ان واحد مصري ياخد جائزه نوبل بدون شك قبل ما اعرف كل البلاوي اللي بعد كده. لكن النقطه مش هنا، النقطه والاساس هو الاقتصاد المصري. امريكا ما كانوش عايزين ياخدوا جائزه نوبل، اصل لما بتعمل حاجه مهمه انت مش محتاج تعلن عنها الجوائز، انت بتعمل الجوائز دي للحاجات النظريه اللي عشان تشعر بيها كمان 50 سنه، لكن لازم نبتدي نعملها دلوقتي بالنسبه للدول الغنيه. فلازم يحطوا جوائز ويشعروا الناس دول انهم بيعملوا حاجه مهمه. لكن الحاجات اللي محتاجاها مصر جوائزها واضحه جدا. لما في مصر ما يبقاش فيه، لما يبقى عندنا ابحاث فعلا قويه في مساله العشوائيات وما يبقاش فيه عشوائيه، دي 20,000 مليون جائزه نوبل للي عمل الحل ده واللي مشي فيه. لما اعرف انا ان ما فيش بلد في مصر اللي النيل الضخم ده بيمشي فيها محتاجه لمياه نظيفه، دي جائزه نوبل. لما الصرف الصحي مشاكله كلها تتحل بالنسبه لمصر، دي جائزه نوبل. لما دخل الفرد المصري يتضاعف ويبقى 3 مرات قد دلوقتي وده اقل ما يمكن، يبقى دي جائزه نوبل. بالاضافه لما البطاله اللي تدفع شباب متعلم بيتكلموا لغه ولغتين انه يركب مركب ويحاول يهرب الى ايطاليا وتغرق بيه ويعوم، وبعد ما يوصل ايطاليا يقولوا له تعملها تاني، يقول له عاملها تاني وتالت، قفشوا واحد بقى. دي جائزه نوبل لما انقذ شباب مصر. اما ان انا اقول لواحد فلان الفلاني خد جائزه نوبل والسفير مش عارف مين سلم عليه، انا ده طيب. ده كلام. خلينا نقفل الجزء ده وخلاص. انت حضرتك بتقول رأي انه انتبهوا، والانتباه مش عيب، وانه يتم المراجعات، والمراجعات مش عيب. لكن زي ما انا قلت احنا على الحياد، لانه انا مش فاهم الموضوع وهتلاقي زي المشاهدين، ونتمنى ان انت صوتك يسمع ويدرس الامر ويختار الرئيس والمعنيين الرأي الصائب والاختيار الافضل لمصر ان شاء الله. طيب تعال بقى ان حضرتك نتكلم على بعض الهموم اللي موجودة والمشكلات واللي انت بتنصح بها الرئيس للعلم والإيمان، وخرجت فجأة للإعلام. يعني انت اعتبرت ان العلم والإيمان دول في ناحية والإعلام كأنه عدو ليهم. أنا فهمت كده إزاي؟ ده صحيح. شوف يا دكتور، أنا أعرفك بقالي مدة، وفي البداية أنا سمعت انكم بتمثلوا فكر اسلامي تمام، اقرب منه الى السلفي منه لاي حاجه، متطرف. والناس حذروني جدا من السلفيين دول جدا، يعني الا سلفي زي ما يكون. يعني الحق يقال قلما قابلت ناس عندهم رقه كثير من السلفيين وتلقائيتهم اللي هي تودي في داهيه، زي انا ما بقول كده مش خايف من حاجه خالص. انا بيعجبني الكلام ده. يعني ناس كتير من السلفيين اللي كانوا على الساحه والناس بتتخض من كلامهم ولهم حق في اشياء يتخضوا منها، انا كان بتعجبني سماحه وبساطه هذا الكلام. ولما اقعد مع الراجل ده واقول له بقى رايي ايه وايه الصح والغلط ونتناقش، بلاقي الحقيقه قابليه لانه يفهمني. لما اتعرفت عليك لقيتك راجل مثقف الى اقصى درجات الثقافه، واديتني حريه في الكلام ما شفتهاش في اي وقت تاني الحقيقه في اي حته تانيه. احنا كنا بنتقابل من ايام النظام القديم وعملنا من ايام النظام القديم كانت فيها صراحه وفيها النظام القديم. الشيء المؤسف
ان ايام النظام القديم انا كنت بطلع في دريم باستمرار. الشيء المؤسف بعد ما جت الثوره منعني من دريم، لانهم ماضيين عقد مع فلان الفلاني ان محمد نشائي ما يظهرش، لدرجه ان وائل الابراشي مثلا عزمني مره وبعدين بقت ازمه كبيره انه مش قادر يجيبني لان ممنوع محمد نشائي ما يظهرش. طبعا هو انا مش عايز احجي وائل راجل شريف وطول عمره بيكافح في كل حاجه، لكن انا بوري لك ان بعد الثوره انا بيحاولوا يلجموني اكتر من قبل الثوره. الحقيقه كان بعض الاعلام المنفلت الان كان بيختشي زمان وبيخاف، دلوقتي لا بيختشوا ولا بيخافوا. في مقابل ذلك الحقيقه في ناس كتير محطات صغيره جدا امكانياتها صغيره، ما تزعلش مني لما اقول محطتكم احد هذه المحطات اللي اتمنى ان هي تكون اكبر من دريم، لانكم تستحقوا تكونوا اكبر من دريم، بس هم بيلعبوا لعبه تانية خالص، بيقوموا باعمال وحاجات تانية. ويمكن بعضهم دلوقتي زي اون تي في بيندموا على حاجات كتير عملوها في الماضي، وبيشوفوا ان في حاجات كتير عند المسلمين مفيده جدا لاخواننا الاقباط، بيشعروا ان في حاجات كتيره جدا في الاسلام جميله جدا. على سبيل المثال الحاجه الوحيده اللي انا مش خايف منها من اني انتقد الاخوان المسلمين اللي لا يمكن، مش هكون واحد منهم، ولكني الحقيقه زي ما انت عرفت ايام مبارك كنت دايما بتعاطف معهم زي ما انت عارف. الحقيقه هم ما يأذوش الناس بالتعذيب، مش ممكن في عصر الاخوان المسلمين هيبقى في معتقلات يتعذبوا فيها الناس، دي انا اقولها لك 100%. لو انا واحد و50 غلطنا ممكن نضرب بعض ونموت بعض، لكن مش هنعذب بعض. مش ممكن ابدا الراجل اللي عنده الاسلام دخل قلبه انه يتربص بواحد ويوقعه ويعذبه. فانا عشان كده بقول رايي وانا مش خايف. اما اكلم السيد الرئيس اللي انا احترمه جدا اولا لمكانته كرئيس جمهوريه مصر المنتخب، اول رئيس منتخب في الجمهوريه الثانيه، بالاضافه الى اني انا الحقيقه احبه لاني عارف انه راجل طيب راجل نظيف، ولكني مش خايف ان الحرس الجمهوري يقبض عليا ولا البوليس ولا خايف ولا ممكن حد يقدر يخوفني. ليه؟ لان الاخوان المسلمين دي مش طريقتهم. هم يزعلوا مني نتخانق معاهم نتخانق مع بعض مش عارف ايه، لكن في حدود نص عليها الاسلام. ففي هذه الحدود انا شاعر الحقيقه براحه تامه تامه تامه. لكن الاعلام منفلت. واكتر ناس بتسب في السيد الرئيس السابق، وشوف انا بقولها تاني اهو، السيد الرئيس السابق وهفضل اقول السيد الرئيس، عمري ما هقول المخلوع والمكروش والبتاع ده، دي قله ادب في الاسلام. السيد الرئيس السابق اللي بيشتموه دلوقتي هم اكتر ناس كانوا بيمدحوا فيه ليل نهار، كانوا بيقولوا شبيك لبيك عبدك من ايديك. ودلوقتي هم ابطال الثوره والتحرير. دي بتقرفني يا دكتور. انت كنت بتكلم كلام عندما الدوله محتاجه الى مساندتك كنت بتساندها، والدوله محتاجه الى نقدك كنت بتنقد بمنتهى الشجاعه. ويكفي شجاعه ان انت عارف ان وزراء معينين هيزعلوا منك جدا لما تجيبني وتدعوني، كنت بتسيبني اتكلم هنا ساعتين وثلاثه ايام الرئيس السابق. الاحوال ممكن تكون احسن كتير مما نتخيل، بس على فكره ممكن ان الاحوال تفضل وتتغير الاسامي ونفضل في نفس العمليه بتاعت زمان، وشالوا زيد وجابوا عبيد ولا العكس مش عارف. طب الاعلام ازاي يتحول لدور ايجابي؟ لانه الاعلام لو فضل يعاكس ممكن يوقف العربه يعطلها، لانه دوره مهم. بيوجهها التوجيه الخطا. بالاعلام لما تبقى بمنتهى الصراحه ما تقدرش تظهر في اماكن معينه الا لما يكون دفعت قبليها مبالغ ضخمه، فده طبعا شيء خطير جدا. لما الاعلام نفسه هو مملوك، يعني عشرات المحطات مملوكه لشخص واحد. ده انجلترا اتخضت. انت عارف فضيحه ميردوخ؟ يمكن حضرتك مش متابعين ده في انجلترا، لان انا عندي قضيه في يعني الحقيقه قضيه مشهوره جدا ضد ناشر عالمي كبير ماكميلان، وانا اللي رفعها، وبقى لها 7 اشهر يعني بيحاولوا يحكموا فيها مش عارفين، وانا ما كان ليش محامين بيدافعوا عني، وانا اللي بدافع عن نفسي. مش بدافع عن نفسي، انا اللي اقمت الدعوه ضدهم. هم عندهم يجي 20 شركه بتدافع عنهم، وكان الحقيقه وضع خيالي. استفدت الحقيقه من موقف كبير جدا
لحسن حظي في هذه القضيه مني ضد الاعلام العلمي المنفلت اللي بيعملوا مجلات علميه يحيوا فيها زملائهم ويعطلوا فيها الاخرين. ده حاجه قصه تانية عشان ما تفتكرش ان العلماء فوق هذه الشبهات، هم علماء بني ادمين زي كل البني ادمين. وانما من حظي ان فضيحه ميردوخ يملك حوالي 70% من الجرايد اللي بتصدر في انجلترا، غير العالم وغير المانيا وغير، هو استرالي اعتقد يعني من جهه معينه مفيش داعي اني اذكرها عشان ما حدش يفتكر ان عندي نوع من التحيز ضد اي حد. فميردوخ يملك 70%، بيسيطر على الراي. ابتدوا الصحفيين اللي بيشتغل عنده يبقى دوله داخل الدوله، يخوفوا الناس ويتصنطوا على التليفونات ايه ده. فاذا كان الانفلات ده حصل في انجلترا وانجلترا قالت لا ده كده ما ينفعش، حتى اللي استفادوا من هذا زي رئيس الوزراء الحالي اللي هو ديفيد كاميرون، لانه كان صديق هذه المراه اللي عملت كارثه ولكن قبضوا عليها. والحقيقه الجميل في انجلترا يعني لو زادت الشبهات يقبضوا على رئيس الوزراء، مش اشكال عندهم خالص في الحكايه دي الحاجه الكويسه. وانا المصري لا احمل بس باسبور مصري وقفت في المحكمه العليا ودافعت على نفسي. فلازم نخلي بالنا ان لما واحد يملك 20 محطه لازم يكون الدوله تقول ايه ده، تقول له لا مش عايزين تشتريها منه. لازم المحطات الصغيره دي تقف من اشياء كتير ولو يكن من الضرائب، لانها بتقوم بطريقه اخلاقيه، انها بتدعو الاشياء اخلاقيه. يعني حضرتك بتتكلم طول الوقت على الاخلاق، انت عارف قد ايه ان هتحصل لك يمكن مشاكل من الكلام اللي انا بقوله، ولكنك اخلاقك انك والله الراجل ده يقول اللي يقوله. يعني انا بهاجم اصنام ضخمه الحقيقه عملها برضو الاعلام. عشان كده انا شاعر ان الاعلام في مصر الان اصبح سيء جدا، ولكن هناك امل كبير في السيد الرئيس اللي هو رجل من الشعب فعلا، راجل معش في قصور، ما كانش عنده فيلا في حته. انا عندي فيلا، يعني انا الحقيقه مش من الشعب قوي كده، هو احسن مني كتير، احسن مني كتير، وجافح قدي 20 مره. وده الشيء اللي انا بغير منه، انا بغير منه لانه طلع من البدايه، من سلم صفر. احنا جالنا ناس وحطونا على السلالم اهالينا، فيعني الحقيقه يعني مش اشكال كبير، لكن هو رجل انه يعرف ان المحطات الصغيره الاخلاقيه اللي ما بتسمحش بالرشاوي انها محتاجه، لان الدوله تساعدها من مصلحه الدوله انها تيجي قناه صغيره زي الحافظ، او تيجي للصحه والجمال، او القنوات الاخريه الفتح، وكل القنوات الاخلاقيه دي اللي انا الحقيقه بحترمها وما كنتش اتصور ابدا ان هطلع فيها. يعني ايه اللي جابني انا في هذا الاتجاه وانا راجل عايش طول عمري في اوروبا؟ الدوله لابد تساعدهم انهم يقفوا، من مصلحه الدوله انها تساعدهم، تعتبرهم ان هم ناس اكتر من اعلام وطني، ده اعلام اخلاقي، اعلام اخلاقي. لان الاعلام حتى اللي مرتبط بالدوله ابتدى ينفلت، زي ما قلت لك الاخبار انا مديها تحقيق صحفي جولي ما عجبهوش لانه بيهاجم الزويل، شطب عليه وشاله. طيب ننتقل نقله اخرى، وهي الجانب المعنوي او الوجداني. انت كررت اكثر من مره انك انت محب لشخصيه الدكتور محمد مرسي، والحب ده بيبقى بدايه النجاح، لانه الناس لو حبوا الرئيس بيعملوا ويطيعوا ويندمجوا في المشروعات، وكذلك لو الرئيس حب الشعب بيبقى خايف على مصلحتهم وبيسهر ليهم وبيدور على الافضل ليهم. إذن الجانب المعنوي مهم، وقضية الانتماء من كل الأطراف وحب الوطن أيضا مهم. إحنا عندنا إشكالية الإرادة، ولعل الدكتور مرسي كان أحد الشعارات اللي بيرفعها في مشروع النهضة، إنه الإرادة الشعبية والإرادة الوطنية. وإنت يمكن اتكلمت على إنه أحيانا كتير كانت بتغيب إرادة النجاح أو إرادة التنفيذ. إزاي يعني نوصي الرئيس انه واحنا معاه نبعث روح جديده في الشعب
يبقى كلنا عندنا نهضة نفسية ووجدانية، عاوزين ننجح، عاوزين نحل مشاكلنا، عاوزين ننظف شوارعنا، عاوزين نحترم القانون، عاوزين نقف في الإشارة، عاوزين نمشي على الرصيف، عاوزين نراعي حقوق الغير. الإرادة ده كله محتاج جانب وجداني وجانب، مش عاوز أدخل بقى الجانب العقائدي والديني، لكن ربما يكون هو ده الأصل. لكن لأنه أنا قرأت أنك أنت كانت ليك رؤية في مشكلة الإرادة فيما مضى، وغياب الإرادة أو وجود الإرادة السلبية، إزاي نستفيد من ده في المستقبل؟ الحقيقة حضرتك بتلمس حاجات بتخليني عايز أتكلم ساعات، فأنا عايز يعني أشفق بيك. لكن خليني أقول الحب ده من أهم القوى. يعني في القوة قوة الإلكترومغناطيسية، قوة المغناطيس، في قوة الكهرباء، في قوة القصوى في اللي هي ذرية، والقوة الضعيفة اللي هي بتسبب إشعاع ذري، وفي قوة الجاذبية، وبينسوا قوة الحب. يعني يمكن يتخيل الفيزيائيين والله دي أقوى قوة. مفيش حاجة تسخر الإنسان إنه يشتغل ليل نهار عمل مضني من غير ما يكل ولا يمل ولا يقول إلا الحب. شوف أنت بتعمل لأولادك إيه. شوف أنا حبيت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. الحقيقة كنت عايزه إنه هو اللي يكون أول واحد، وبعدين الموضوع اختلط عليا جدا في الحملة الانتخابية، وكل ما اتقال وما اتقالش أزعجني جدا. اللي حصل بعد كده. أنا اديت صوتي، وأنا بقول أهو اديت صوتي لشفيق في تاني مرة. أول مرة الحقيقة هربت من مصر عشان ما انتخبش، لأني لقيت نفسي لا أنا قادر ما أديش صوتي للعوة، لأن من عيلتي أحبه وأحترمه، ولا أنا قادر أديها، خلاص مش قادر أديها لأبو الفتوح خلاص. وطبعا ما كنتش هديها لحمدين صباحي خالص، ويعني وما كنتش هديها للإخوان المسلمين، لأني مش عايز إن يحصل هزة عالمية في الخارج والأمريكان يستغلوها وإسرائيل تقول مش عارف إيه ناخد سينا، والسيناريو ده كلها حاجات كده مغرضة. قلبي كله رايح في اتجاه أبو الفتوح ولا ألسم. المرة الثانية بقت مرسي ولا أبو الفتوح ولا شفيق. فاخترت الحقيقة شفيق اختيار عقلاني بحت، واخد بالك، واحترام ليه. لكن كنت بحب جدا مرسي. طب حبك لمرسي لشخصه بدأ لشخصه. عايز اقول له قبل التصويت ولا ده بعد نجاحه بدأ يتبلور؟ لا الحقيقة بعد ما تبلور وظهر، لأنه بسطته ما شوف يعني إذا كان عايز. طب اليوم لو في تصويت، اليوم لو في تصويت بعد ما أنت بقت معلوماتك ورؤيتك للدكتور مرسي أكتر، ما بين الفريق شفيق والدكتور مرسي، تختار مين اليوم؟ الحقيقة كفة مرسي قد ترجح، يعني تتأرجح أكثر شيء، يعني هكون أقل يعني. لا مرسي كسبنا يعني، خلينا بس أنا عايز أقول له حاجة بقى، حاجة هتضرني أنا وهقولها. اتفضل. ليه؟ إذا ما كنتش أعرف أضر نفسي بالصراحة يبقى أنا مش صريح، لأن لما أقول بس الصراحة اللي إيه تعجب الناس دي مش ما تهمش. الحق يقال إن السيد الرئيس السابق رجل وطني ورجل مقاتل، وكان من أكتر الحاجات اللي تميز حسني مبارك اللي ما حدش عايز يقول فيه ميزة النهاردة وأنا هقولها، إنه رجل عسكري من الدرجة الأولى ومطيع لرئيسه عن إيمان بالعسكرية. شوف بقى تحولت الدنيا بالبطانة السيئة إلى أي مرحلة. أنا اللي محزني إن ده حصل. وبقول للدكتور مرسي اوعى تفتكر، تذكر يانج تيرلس، دي قصة من روبرت موزيل، قصة مشهورة جدا، ذا يانج تيرلس، لما هو بيقول ما فيش واحد أبدا إلا ما ممكن من غير ما يدري يعمل الخطأ ويظنه صح. دكتور مرسي ممكن الناس يغيروا الإنسان، ممكن التواضع ينقلب إلى إعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس ينقلب إلى حاجات لا حد لها. اوعى تفتكر ان المعركة بتاعت كسر النفس، انا مش راجل دين خالص على فكرة يعني، بس يبدو ان كلامي يمكن هيبقى زي كلام حضرتك. احنا في معركة مع النفس وجبحها والغرور وجبحه
كل ساعة مش كل يوم، مش بس لأن الناس دلوقتي شعروا إن الراجل ده راجل بسيط من الشعب عايز الخير، وده اللي أنا شاعر بيه على طول مجرد ما أشوف مرسي، مجرد ما أشوفه وهو واقف. وكان الحقيقة كان نائب في البرلمان اللي قبل اللي فات أسبق، وكان بيتكلم بشجاعة وتلقائية ومش خايف من أي حاجة وبيقول حاجة يعني جميلة جدا طريقته في الكلام. وما كنتش أعرف إنه من الأخوان المسلمين، كنت معجب بالكلام اللي هو بيقوله. والأخوان المسلمين ناس فاضلين في كثير منهم، بس لعب السياسة بيسبب نصايب. اوعى تفتكر انك تقدر تاكل مع الشيطان زي ما المثل الالماني، الا اذا كانت صوابعك طويله جدا جدا عشان تبقى قاعد عن الشيطان وبتاكل معاه من نفس الوعاء. مش ممكن تقدر تضحك على الشيطان. الشيطان ما تقدرش تكافحه الا ان تقول له تصرفه خالص. ما تقدرش تعمل صفقه مع الشيطان. كان جوتا او الحقيقه فاوست اللي هو بطل مسرحيه جوتا اللي اسمها فاوست، كان اشطر، حب يعمل صفقه مع الشيطان، الشيطان اشترى روحه في النهايه. الصفقات مع الشيطان دايما خسرانه. ده الحاجات اللي بقولها للدكتور مرسي. يعني رئيسنا اولا وانا احترمه بكل شيء، لكن هو اصغر مني سنا، وانا يعني بكن له الحب لما بقول الكلام ده من قلبي. طيب نرجع اوعى للإرادة. تخليهم يضحكوا عليك ويفقدوك اجمل حاجه فيك، وانك راجل بسيط نيتك سليمه. وقوه هذا الحب زي ما حضرتك قلت، الشعب هتبقى قوه دافعه ضرر، وانت بتحب الشعب هتلاقي في نفسك شجاعه انك قلعت الجاكيته وواقف وبتقول اضربوني بالرصاص. ده على فكره ما كانتش تمثيليه، ده هو شعور كده. لما تقول انك بتحب الناس اللي قصادك دول تقول اضربوني بالرصاص، فخلاص اللي عايز يرفع عليا قضيه بسبب اللي انا قلته قصاد الدكتور زويلي وهو يعملها، انا مش ايه القضيه. طيب ننتقل للتعليم. يعني التعليم انت اشرت في وسط الكلام انه البدايه هي يعني بدايه القصه والحدوته، واللي هيقفز على هذه المرحله بيضحك على نفسه. ازاي نعملها في اقل وقت؟ لانه اصلاح التعليم قصه او تنتهي بعد 15-20 سنه، ثمارها مش هنجنيها غير بعد هذه السنوات. وبالتالي عاوزه ناس عندها اصرار. انا هزرع وانا اعلم انني لن اجني، لكن غيري هيجني. ازاي نعملها في اقل وقت ممكن بحيث ان احنا نصلح على كل المراحل؟ لانه انا لو انا هبتدي بقى من ابتدائي واعدادي فانا هاخد وقت، انما انا ممكن ابتدي اصلح من الجامعه خلال 2-3 يبان جهد او ما شابه ذلك. او ربما الفكر التعليمي كله يتطور، لانه احنا مجتمع عندنا مصانع وعندنا مزارع وعندنا ورش وعندنا ميادين عمل. لو تلاحم التعليم مع التطبيق ربما يبقاش تعليم مثالي، لكنه ربما يبقى تعليم مفيد. الخريج يطلع اهو احتك من بعد ما كان في الجامعه في زراعه شاف مزارع ونزل مزارع اثناء سنوات التعليم، في الهندسه نزل المصانع من اول العام، في علوم، في تجاره، في اعلام، في غيره. او اي حل انا بحاول لعلي يعني افتح افاق جديده سريعه لاصلاح التعليم. مصر دوله ضخمه، ما هياش ماليزيا، اضخم كتير من ماليزيا. ماليزيا مشاكلها نسبيا في بعض الاشياء، هم شعب مش متجانس زينا. احنا كلنا مصريين، دي روعه مصر، وكلنا عندنا ذكاء فطري، على الرغم ان احنا ممكن نكون فقراء جدا وكمان ما زرناش مدرسه ويمكن ما نعرفش نقرا ونكتب، لكن الحضاره 5000 سنه دي مخلينا شعب ما فيش شعب زيه على وجه الارض. لكن برضو مهاتير محمد مثلي في هذا الموضوع، ازاي هو اهمل الى حد كبير كل حاجه، وخصوصا مشاريع البهرجه الاعلاميه، ووضعها جنبا وركز على التطبيق. مش اخترع اي آلة جديدة، وانما خد الآلات اللي بيعملوها الامريكان فكوها وعملوها في ماليزيا ارخص. ارخص ايه؟ ربع الثمن، بسبب العمالة رخيصة ومستعدين يضحوا عشان المستقبل. وركز على التعليم، ركز تركيز فظيع لدرجة ان 70% بيقولوا من الميزانية كان بيصرفها على التعليم.
مش على البحث العلمي، مش عشان يحصل على جائزه نوبل. اذا كان الصين الشعبيه نفسها ما كانتش عايزه جائزه نوبل وما خدتش الجوائز، الصينيين اللي خدوا جائزه نوبل كانوا بيشتغلوا في امريكا زي المصريين اللي اشتغلوا في الخارج وخدوا الجوائز. دي جوائز امريكا على الرغم ان هم مصريين او صينيين، دي حاجه مش جديده، تحط الراجل الصح في السيستم الصح بينتج. لكن بالنسبه لماليزيا كان التعليم نفس الحكايه عملوها في كوريا الجنوبيه. شوف كوريا الجنوبيه بتعمل ايه، ما اخترعوش عربيه خالص نهائي، وانما خدوا العربيات الياباني اللي بتتعمل في اليابان، واليابانيين ابتدوا يعملوا طيارات لان عمليه العربيات دي ما عادتش مهمه بالنسبه لهم، هم يعملوا طيارات وادوا العربيات لمين؟ لكوريا تعملها، وبرعوا في هذا العمل. هو دي طريقه التعليم، ان احنا نركز على التعليم ونركز على التطبيق ونبعد عن البهرجه الاعلاميه والمشاريع الشو. احنا عندنا توك شو وعندنا اعلام شو وبقى عندنا كمان علم شو، يعني دي قاتله. عندنا عزب شو. فالحقيقه للدكتور، الحقيقه الاخوان المسلمين يتميزوا في هذه النقطه. الاخوان المسلمين بمعرفتي لهم، لانه جزء كبير منهم عيلتي او جزء كبير من عيلتي اخوان مسلمين، فانا سمعت هم كانوا بيتكلموا ايه وانا طفل، واعجبت باشياء كثيره من وانا طفل. هم كانوا يبتدوا دايما تحت، ولهم حاجه برضو يعني في صفهم، كل واحد في الاخوان المسلمين يخدم من موقعه. مفيش واحد ينط يقول انا عايز ابقى الرئيس، انا عايز ابقى المرشد. اللي يقول حاجه زي كده ما يجيش خالص. واهتموا جدا بالتعليم، اهتموا جدا بالتعليم واهتموا جدا بالاخلاق. فاصبح عندهم الحقيقه يعني مجموعه ضخمه. يمكن الامام حسن البنا كمان كان في رايي انا شيء كويس جدا انه ما كانش مبهور بالديمقراطيه الغربيه، بالعكس بهر بقوه النظام اللي رفع المانيا من الحضيض ورفع ايطاليا من الحضيض، على الرغم من ان طبعا الغرب هينظر لها على انها فاشيه. لكن الحقيقه حتى كلمه مرشد هي جايه من كلمه فيورر اللي هي كانت تطلق ساعات على هتلر، ان هو القائد، لان ده طريقه حكايه ان يكون في طاعه مبنيه على الاحترام. دي مهمه جدا، مهمه جدا، مش مبنيه على القهر. الحكايه دي موجوده في الاخوان المسلمين. فهم الحقيقه حقيبه التعليم يجب ان تكون في يد المسلمين، وان هم يضيعوا كل المخاوف بتاعت الناس، انه فاكرين ان كل الحكايه هيلبسوا الحجاب وهيلبسوا الرجاله كلها جلاليب. ده كلها تصورات مريضه من ناس مرضى بيحاربوا الاخوان المسلمين. وعشان كده انت وانا ايام الدكتور، ايام السيد الرئيس السابق، كنا بندافع عنهم، لانه كلام خراف. لان الاخوان المسلمين مش فقهاء، ما هماش رجال دين جايين من اللاهوت، من مدارس اللاهوت. ده كلهم مهندسين وكلهم دكاتره وكلهم ناس متفتحه جدا، كلها هيحملوا درجات علميه من الخارج، لكن لهم نظره اخلاقيه. هل عيب زي واحد من احب الناس من اصدقائي وهو من الاخوان المسلمين، من الناس الاساسيين في الاخوان المسلمين، بس ما بيحبش الاعلام عشان كده يمكن ما تسمعش على اسمه، بيقول لي هو بقت عيب ان واحده تلبس حشمه ولما واحده تمشي عريانه ده هو اللي مش عيب؟ يعني انا مش فاهم، يعني لخبطوا الحاجات دي. اذا كان انا جيراني الانجليز بيطفشوا من المناظر اللي بيشوفوها، واقسم لك بالله هذا كلام ناس اقاربي من اللي عاشوا في انجلترا واتولدوا في انجلترا وناموا في انجلترا، لما راحوا دبي قالوا احنا عايزين نعيش في دبي. ليه يعني؟ ايه اللي خلوا يسيبوا انجلترا وتروحوا بلد عربي؟ دبي ايه وبتاع؟ لا، الناس هناك في حريه ولكن في حشمه، مفيش حكايه السكرانين ليل نهار في الشوارع زي عندنا في لندن، مش عارفين ننظر. ما تقدرش تاخد مراتك وتمشي بيها داون تاون لندن يوم السبت والحد، كلهم سكرانين يضربوا الناس ويخبطوا الناس. وحريه المجرم في النظام الديمقراطي الغربي بقت اهم من حريه الضحيه. ففي حاجات جدا في الاسلام، في حاجات جميله جدا عند الاخوان المسلمين يستفاد منها العالم كله، لكن المبالغه في اي شيء تقلب اي شيء. بس انت قلت جمله يعني خطيره،
كأنك بتقول للدكتور مرسي ما تحرجش انك انت تاخد وزير للتعليم من الاخوان. لا، وتنصح بذلك. انا انصح الدكتور مرسي بدون شك الاعلان المكمل الدستوري بتاع المجلس العسكري انا اؤيده كلة ولا اعترض عليه ولا اعمل الزيطه والزنبليطه اللي بعض الناس عايزين يقولوها، لان الحقيقه ما تمسش حاجه من احتياجات الشعب المصري، لكن انا عايزه يشتغل مع ناس هو يرتاح اليهم. اذا ما كانش وزير التربيه والتعليم بتاعه ودي اهم حاجه بيربي اجيال هو يرتاح اليه ويتعاون معاه ويمشوا مع بعض، لازم يجيب حكومه هو يرتاح اليها في حدود الاشياء اللي هي اتعملت، ولا إمة انك تجيب واحد توافقي. احنا هنعمل بالتوافقي ايه اللي يراضي كل الناس دول؟ هنعمل بيه ايه؟ احنا عندنا احيال مايله لازم نصلحها، احيال مايله مستورده من الغرب لازم نصلحها، لكن مش كل حاجه جايه من الغرب تبقى وحشه. انا الحقيقه كمان انا اقول دفاعا عن اصدقائي اخوان المسلمين من اصدقائي بناتهم كلها تحمل عليا ودرسوا في الغرب، والحقيقه لما درسوا في الغرب كانوا في منتهى السعاده ان يسيبوا الغرب ويجي هنا عشان يعيشوا هنا ويتجوزوا مصريين. يعني ما فيش هذا الضيق الافق اللي الناس مصوره. ده لا يمنع ان في 3 4 من الاخوان المسلمين عايزين ان واحد يعني ينظف لهم مفاهيمهم، لكن دول 3 في اي مجموعه في الدنيا ما تلاقيش في الافات الناس 3 4 الحقيقه لا يفتخر بيهم اي احد، موجوده في كل مكان في المسيحيين. طيب حضرتك علقت على التوافقات والتوازنات وانه ما ينفعش دولة تؤسس على هذا الامر او حكومة تشكل عشان نراضي ده بحقيبة وده بحقيبتين وما يبقاش فيه انسجام. كأن فهمت منك انه الانسجام في الحكومة القادمة والاتساق في التوجه والاهداف ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. شوف حضرتك، ما هو أنا بتكلم من خبرة، وطبعا ما يصحش إن أنا أقول الأشياء ومش عايز أقولها كمان بالاسم، لكن أنا مثلا بعض الناس في القوى السياسية اللي أنا يعني أحاول أهديهم لما يسمعوا كلمة إخوان المسلمين، يعني لما يسمع كلمة إخوان المسلمين على وشك إنه ينط من الشباك أو يستغفر الله أو يروح يتيمم ويصلي ركعتين عشان ربنا يغفر له إنه ذكر كلمة إخوان المسلمين في بقه. ونفس الشخص ده او الاشخاص دول راحوا بعد كده انضموا للسيد الرئيس مرسي لما شعروا انه هيكسب. ايه ده؟ دول ناس انا احاول اراضيهم، دول ناس انا مش عايزهم اساسا خالص في مصر، مش بس في مصر كساحه، هم من حقهم يعيشوا في مصر مهما كانوا مصريين، لكن انا مش عايزهم ان هم يكونوا خالص ممثلين. لما بتتكلم على مرادات الناس انت بتتكلم على مرادات الشعب باستثناء الناس اللي لسه عندهم هواجس من اللي ممكن الاخوان المسلمين يعملوه بالدعايه اللي اتعملت ضدهم. الشعب كله مرتاح الى مرسي، مفيش شك مرتاح اليه. حضرتك اللي مش مرتاحين هم القوى السياسيه الطامعه اللي هم بالحقيقه طيب ما يمثلوش الشعب، جملة خطيرة شوية ما يمثلوش الشعب بعد إذنك. دول اختطفوا الشعب بالعافيه وبيتكلموا باسمه بالعافيه، واختطفوا اعلام هم يملكوه وبيتكلموا في الاعلام بالعافيه، والحقيقه الشعب عبر عن رايه فيهم ان اصواتهم لا تتعدى يعني اي حاجه. طب انت بتقول ان في كتير، يعني فهمت برضو من كلامك ان كتير من اللي ممكن ما ادوش الدكتور مرسي في الانتخابات حتى في المرحله الثانيه، وكتير من اللي ادوا الدكتور شفيق الفريق شفيق الان ممكن يكونوا من الاحساس الوطني الفطري تغيرت ارائهم وبقوا منحازين لدكتور مرسي وعاوزينه ينجح. الملاحظه دي حقيقه لانك انت قلت انت واحد منهم. انا واحد منهم لحاجه، انا احب الدكتور، انا احب سياده الفريق شفيق واحترمه جدا، لانه انا كنت قاعد في البيت وهو كان طاير بطياره بيدافع عني وبيجازف بحياته، واللي يقول عليه ما طارش والطيار الوحيد ما طارش ده قله ادب. انا ما اعرفش كل الادعاءات اللي تدعى، يعني لا تقذفوا الناس بالكلام الغير مثبت، ده كلام مش عارف. لما بتكلم على الدكتور زويل انا عارف اتكلم عليه ومستعد اتحمل المسؤوليه، لكن الناس اللي تخبط كده شمال ويمين ده بيزعلني الحقيقه. فانا بحترم جدا الدكتور شفيق سياده الفريق شفيق،
وكان نبيل وفارس لما عرف انه مهزوم ما عملش هيصه وزنبليطه، بالعكس قبل الهزيمه 100%، قبل اي حد قبل الهزيمه ضد مرسي. لكن الحقيقه انا اصبحت منحاز لمرسي بمجرد انه بقى رئيس الجمهوريه، لان هي دي اللعبه الديمقراطيه. انا اقصد غيرك زيك ولا انت حاجه ناس كتير جدا ناس كتير جدا. اولا هم مرسي كسبهم ببساطته وكلامه اللي الناس انتقدته عليه، الخطبه العاطفيه جدا دي اللي هي ناس قللت من قيمتها. احنا شعب عاطفي، والعاطفه شيء جميل جدا يكمل العقل. الانسان اللي ما عندوش عاطفه هو الحقيقه ما عندوش عقل، لكن هو بيسموها كده، لكن مش هندخل في الموضوع العلمي لاثبات كلامي ده. وانما انا بالذات لو شفيق جه انحاز له 100%، لو مرسي جه انحاز له 100%. اكتر واحد ما كنتش عايزه انه يجي اللي هو حمدين صباحي بسبب اللي عمله بعد كده، هنحاز له برضه 100% لو هو بقى رئيس الجمهوريه، لان ده رئيس جمهوريه مصر. فانا ما بنحازش ليه في الحقيقه، انا بنحاز لمصر، هو ده بقى رئيس الجمهوريه. دي لعبه الديمقراطيه اللي انا ما كنتش عايزها بالشكل كده لمصر. انا لا كنت عايز انتخابات بالشكل ده ولا 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 ولا، لان انا عارف الديمقراطيه الاوروبيه وعارف المحتاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها الاول عشان تنجح في بلد زي مصر. فكنت خايف ومتخوف، لكن قبلناها كلنا، فانا لازم اقبلها. بما ان قبلناها واصبحت اللعبه الديمقراطيه الموجوده، الذي يحصل لو الدكتور الزويل بقى رئيس جمهوريه مصر هنحاز للدكتور الزويل. ليه؟ بسبب موقعه. حبي لمصر وحبي لنفسي. انا لما انحاز لرئيس الجمهوريه بنحاز لمصر وبنحاز لنفسي. شكرا دكتور محمد نشائي. هناخد فاصل ونعود لحضرتك ولاخواننا المشاهدين. فاصل قصير ونعود اليكم عاجلا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العدل يسكن ظلها والدرب يحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها، ولا حق مظلوم يوم يضيع. ده كتير علينا ولا ايه؟ أنا والرئيس نحلم بإيه؟ نحلم بإيه؟ الحافظ قرآن وسنة. حان الآن موعد آذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. الحافظ قرآن وسنة. أنا والرئيس نحلم بإيه؟ بحاجات كتير، إيه ولا إيه؟ لكن كفاية نشوف بلدنا مصر وحال الجميل، ونشوف زهورها بإيد ولادها مفتحة قبل الربيع، العدل يسكن ظلها والطير بيحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها ولا حق مظلوم يوم يضيع، ده كتير علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين، عدنا إليكم مع أنا والرئيس. أنا الشعب المصري، أنا المواطن المصري، أنا كل مصري. أنا من خلال هذا البرنامج أتمنى أن أنا أكون عين للرئيس، أذن للرئيس، نرى ونسمع له ونحدثه بقلوب محبة وعقول واعية، نقدم النصايح، نوجه التحذيرات، ربما نقدم الشكاوى والتظلمات، لكن كل ده بحب وبإخلاص ومن خلال منظور يرضي الله عز وجل ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. نواصل مع أستاذنا الأستاذ الدكتور المهندس محمد النشائي. مرحبا بحضرتك. طيب، احنا عندنا المواطن المصري البسيط عنده عدة مشكلات.
بتتعلق برغيف العيش والأنبوبة وانقطاع الكهرباء ووجود المية النظيفة اللي بيشربها، مواصلات جيدة، أمان، مشكلات كتيرة معروفة. احنا عاوزين نوجه نصائح للدكتور محمد مرسي من خلال احتكاكنا بهذه المشكلات، لعلنا نفتح آفاق جديدة، نقدم ابتكارات للحلول. تقول ايه بخصوص مشكلات المواطن البسيط؟ الحقيقة المواطن البسيط هو أهم شخص موجود في مصر، لأن هي دي الغالبية العظمى. هو المواطن البسيط، مش المتفلسفين هم اللي جابوا مرسي سيد الرئيس كثورة وكأصوات إلى أنه لكرسي الحكم، ولذلك هم دول اللي لازم يهتم بيهم. أول شيء المواطن البسيط. نصايحي هي نصايح مطلقة في فكر المسلم. يعني المسلم بطبعه يميل إلى التالي، فأنا ما بقولش حاجة غريبة وحاجة جديدة، لكن لابد باستثناء ما يمس الأمن القومي وباستثناء ما يضر الاقتصاد لابد يكون في شفافية كاملة. ما نخبيش كل حاجة وراء إعلام جميل يخلي يعمل من الفسيخ شربات. يعني دي كانت إشكال كبير جدا، تبقى مصر في أسوأ حالتها وكل الناس يقول لك لا ده كل حاجة أحسن ما يمكن. هذا الوضوح مضطرين إن احنا نرجع إليه بحذافيره، باستثناء ميزانية الجيش دي سر، باستثناء الواقع الأكيد لتغيير سعر الخصم اللي هو من مسؤوليات البنك المركزي. ما يقدرش يقول مقدما هغير سعر الخصم عشان يتلاعبوا الناس بالسوق. باستثناء ذلك لابد أن نعترف للشعب بكل حاجة غلط. ما نستناش 30 سنة لغاية ما الناس يروحوا وينفجروا، وناس ما تعودوش على أنهم ينفجروا يضطروا أن يروحوا ميدان التحرير وينفجروا. الحقيقة كانت مفاجأة ليا، لأني برضو على الرغم من أن أنا يعني واعي جدا بدور الإعلام وتوجيهه الخاطئ، بس الإعلام في المدة اللي فاتت وجهني توجيه خاطئ، وما كنتش متصور قد إيه الحالة وحشة. يعني ما كنتش متخيل خالص إن الحالة وحشة إلى هذه الدرجة اقتصاديا بالنسبة للزواد الأعظم. يركز تركيز على العلم، وساعات هضطر أقول الحقيقة ضد كل اللي قلته ده، إن لكي تكون رحيما أحيانا لابد أن تكون قاسيا. لابد ان احنا نربط الحزام شويه، مش لازم كل السلع الكماليه. ده اللي عندهم حزام يا دكتور، اللي عندهم الحزام. لأن في ناس ما عندهمش مش عندهاش بنطلون اصلا. ما عندهاش بنطلون اصلا. صدقت الاوضاع في مصر فظيعه من الناحيه دي. انا عايز ان احنا نتنازل عن حاجات كتير في سبيل ان احنا نعضد الميزانيه الضخمه اللي التعليم العادي، مش الحصول على جوائز، التعليم العادي محتاج لها في المدارس. صدقني دي أغلى حاجة. لما السيد الرئيس السابق كان بيقف ويدافع عن نفسه حسب ما بيتقال له إن هو ضاعف الميزانية بتاعة التعليم وضاعف مش عارف عدد المدارس. أيوة، بس أنت بتتكلم على فترة عدد المصريين فيها بقى 3 مرات مش تضاعف، فأنت عمال تجري. الحقيقة كنا بنجري بس واقفين في مكاننا، لأن التعداد بياكل كل الإيه الزيادة اللي كسبناها. على الرغم من ان في الامد الطويل التعداد هو مصدر قوة، لان ده عقل المصري، وهو عقل المصري اهم آلة انتاجية موجودة على ارض مصر، عقل المصري. لكن لازم نلحق نخلي العقل ده يكون عنده اقل ما هو محتاج له عشان ينتج. لذلك السيد الرئيس عنده معادلة صعبة، ما توقفش نمو السكاني في مصر، وحاول ان الانتاج في نفس الوقت يزيد عشان يكفيهم، عشان يبتدي بقى النمو السكاني يبقى مش قوة دفع الى الخلف، وانما دفع الى الامام. لان اهم حاجة قوة الصين الشعبية اساسا في انها 1.5 بليون بني ادم مش مليون. فالحقيقة التعليم والتنازل عن الكماليات. والحقيقة أنا يعني عجبني جدا السيد الرئيس لما بيحتذي بالمثل الإسلامية، مش جمال عبد الناصر بس،
ان هو مش عايز يروح يعيش في القصر الجمهوري، ان هو عايز يفضل الشخص البسيط. هيوضحوا له مليون مره ان هو لازم يعيش في القصر الجمهوري، لا متنيين مش عارف ايه، ولازم ما يقابلش كل من هب ودب، ولما محمد النشائي يطلب مقابلتك ده ما خدش جايزه ولا خد حاجه فده ما تقابلوش. هيقولوا له الكلام ده كله. ارجو انه ما يصدقهمش، وانه يفضل الشخص البسيط اللي المصريين حبوه واغلبيتهم انتخبوه، وانه يركز على التعليم 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 التعليم. افضل اقول كده التعليم لغايه ما البرنامج ينتهي. شكرا دكتور محمد. طيب اخر سؤال، عندك اسماء ترشح للدكتور مرسي بتقول له استعين بدول في مواقع مختلفه لان هم على خلق وكفاءه او على كفاءه وخلق؟ صدقني باستثناء الناس اللي دأبوا انهم يشتروا الاعلام عشان يبهرجهم ويطبل لهم، كل المصريين عندهم كفاءه. وانا يعني انت بتقول له من الاخر اللي بيظهروا في التلفزيون وفي الصحف دول سيبك منهم؟ كلهم ولا اغلبيتهم؟ عشان بس اكون ضامن المره دي ان الراجل ده ما يتاذيش، لو سمحت سيدي الرئيس كلهم ما تنظرش لاي واحد من اللي بيظهروا في التلفزيون خالص. شكرا دكتور محمد النشائي، جزاك الله خيرا. ربنا ينفع بكلامك ويجد اذان صاغيه. طبعا اخواننا المشاهدين، احنا بنملك الاراده والدعاء. الاراده بمعنى ان احنا مستعدين نتعاون مع الرئيس. اما بنقول الرئيس فاحنا بنتكلم على الرئيس واللي هيستعين بيهم، رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، لما نوصل لرئيس الحي والعموم الموظفين المسؤولين. بنتعاون مع الكل في كل ما يفيد البلد وكل ما ينفع وكل ما يرضي الله عز وجل. وبنتمنى ان احنا نكون يعني عود قوي في حزمة الوطن، وان احنا نكون يد وساعد يعمل ويزرع ويصنع ويعلم ويتعلم ويحمي ويدافع عن هذا الوطن الكريم. وده كله مش هنقدر نعمله إلا إذا كنا بنستعين بالله عز وجل. وسلاحنا الأكبر والأول والأهم هو الدعاء. ندعو لبلدنا، ندعو لرئيسنا، ندعو لأنفسنا بأن احنا نكون سعداء في الدنيا والآخرة، سعداء بالعمل الصالح وبطاعة الله عز وجل وبالجد والاجتهاد في كل أمور الدنيا والدين معا إن شاء الله. شكرا دكتور محمد، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أنا والرئيس نحلم بإيه؟ بحاجات كتير، إيه ولا إيه؟ لكن كفاية نشوف بلدنا مصر وحال الجميل، ونشوف صغرها بإيد ولادها مفتحة قبل الربيع، العدل يسكن ظلها والطير بيحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها، ولا حق مظلوم يوم يضيع. ده كتير علينا ولا ايه؟ أنا والرئيس نحلم بإيه؟ نحلم بإيه؟ أنا والرئيس نحلم بإيه؟ بحاجات كتير، إيه ولا إيه؟ لكن كفاية نشوف بلدنا مصر وحال الجميل، ونشوف صغرها بإيد ولادها مفتحة قبل الربيع، العدل يسكن ظلها والطير بيحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها، ولا حق مظلوم يوم يضيع. ده كتير علينا ولا إيه؟
أنا والرئيس